وحشتوني قوي. اللي اول مره يشوفني انا رغدان. مش عارفه ليه احنا دايما مش مدين لسان العصفور حقه خالص، ودايما لما بنيجي نعمل اكل بنعيد ونزيد في الرز والمكرونه، مع ان لسان العصفور مش اقل منهم خالص. ودايما كلنا لما بنيجي نعمل لسان عصفور بنعمله شوربه لسان عصفور، يعني دايما حاصرينه يعني في الشوربه. تعالوا نجدد كده، وعلى فكره لما تعملوه بالطريقه دي هتحبوه قوي قوي وهتعملوه كتير. تعالوا نعمل طاجن أو صينية لسان عصفور في الفرن بالكلاوي، تجنن وسريعة وخطيرة. يلا بينا أقول لكم أنا عملتها إزاي، بس ياريت الأول نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. أول حاجة كده حمرت لسان عصفور، حطيت معلقة سمنة ومعلقتين زيت وهحمره عادي اكني بعمل شوربة لسان عصفور. انا بحب احمره لغاية ما يبقى لونه ذهبي غامق، عشان كده كده لما بيستوي بيفتح شوية. طبعا ما توقفوش تقليب عشان ما ياخدش لون او يتحرق شوية وشوية يبقوا فاتحين. نفضل كده نقلب باستمرار لغاية ما يبقى كله اللون ده ذهبي غامق. وبعدين بقى في صينية، طاجن، بايركس، اي حاجة هتدخل الفرن، هنحط لسان عصفور اللي احنا حمرناه ده، وهنحط بقى عليه كل الحاجات دي. حطيت بصلة متوسطة، يعني حطيت بصلتين انا صغيرين، يعني بصلة متوسطة وجزراية كبيرة مبشورة. حطيت معلقة صلصة، وحطيت معلقة ومعلقتين دبس رمان. حطيت معلقة صغيرة كاتشب عشان توازن الصلصة، مع ان هي مش محتاجينها قوي عشان الجزر كده كده بيبقى معظم الوقت مسكر. حطيت بابريكا وحطيت بهارات وحطيت ملح، حطيت كمون وفلفل اسود ومكعب شوربة خضار. وبعدين بقى هنقلب كل ده مع بعض كده. هركنه دلوقتي شوية، وفي طاسة بقى على النار هحط هنعمل بقى الكلاوي اللي هنحطها على الطاجن لسان العصفور ده. حطيت معلقة صغيرة زيت، لان الكلاوي بتبقى فيها دهون زي ما انتوا شايفين. حتى مش محتاجين حتى تحطوا المعلقة دي، لان كده كده هتنزل الدهون بتاعتها. هنحطها في طاسة واسعة شوية عشان كله يبقى لامس الطاسة، عشان ما تنزلش المية بتاعتها. هنحط حاجتين، كمون وفلفل اسود، مش هنحط ملح دلوقتي، هقول لكم هنحطه امتى. وحطيت توم وفلفل حامي. تقدروا لو مش عايزين تحطوا فلفل حامي تحطوا فلفل رومي اخضر او الوان. وبعدين كل دقيقة كده هنقلب لغاية ما يبقاش فيه اي لون بينك او الدم يروح خالص. في كل شوية كنت بقلب، وتبقى على نار مايلة ان هي تبقى عالية شوية، عشان زي ما قلت لكم ما ينزلش المية بتاعته، عشان يعني ايه ما يبقاش ما تجلدش كده وتبقى ناشفة. فضلت بقى اقلب فيها كده، ما بتاخدش وقت كتير، تستوي على طول لغايه ما بقت كده بالمنظر ده، مفيش اي لون بينك زي ما قلت لكم، الدم راح خالص. هي كده خلاص استوت. برضو مش هنحط لسه الملح دلوقتي. سخنت بقى ميه وحطيت على لسان عصفور وقلبت. بعد كده هظبط تاني الميه، قلبت كده الميه تبقى فوقيها بحبه كده، يعني مثلا قد عقله او عقله ونص كده. وبعدين غطيتها بورق فويل ودخلتها في الفرن وولعت من تحت بس. وفي النص كده بعد 10 دقايق فتحت وقلبت وزودت شوية مية صغيرين سخنين طبعا، عشان وبالذات لو بايركس عشان ما يفرقعش. وبعد كده بقى حطيت على الكلاوي ملح وسخنتها. ولما لسان عصفور طلع من الفرن حطيت الكلاوي دي على اللسان عصفور. عايزة اقول لكم انها خطيرة. وبرضو زي كل مرة مش هقول لكم يا ريت تجربوها، انا هقول لكم لازم تجربوها. انا متأكدة هتعجبكم كلكم، هتعجبكم كلكم صغيرين وكبار. فاتمنى بجد ان انتوا تجربوها، ننوع كده في الاكل، طبق جديد وحلو قوي. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو ما اشتركتوش في القناة. بحبكم قوي قوي وهتوحشوني قوي قوي. وكمان احب اقول ميرسي لكل حد بيتفرج على الفيديو لغاية اللحظة دي. باي باي.